خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 3317 حالة مؤكدة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 163650 حالة مؤكدة منذ بداية الوباء بالبلاد. كما تم تسجيل الشفاء 2077 واحد، ليصل الإجمالي إلى 136036 حالة. وتم تسجيل للأسف 46 حالة وفاة رحمهم الله، ليصل العدد الإجمالي إلى 2772 حالة منذ بداية الوباء. نتمنى لهم الرحمة والمغفرة. كما يوضح مؤشر الإصابة التراكمي إلى الوصول إلى 450.6 لكل 100 ألف نسمة. وأما خلال 24 ساعة الماضية فقد وصل مؤشر الإصابة إلى 9.1 لكل 100 ألف نسمة. أما نسبة الفتك فتشير إلى 1.7%. أما نسبة التعافي وصلت ل 83.1%. وصل العدد الإجمالي ديال الحالات الخطيرة والحرجة ل 521، اللي انضافت لها 48 حالة خلال 24 ساعة. كما أنه تحت التنفس الاصطناعي اخترعي 72 شخص. وكتوزع الحالات المؤكدة اليوم كما يلي: الدار البيضاء 1283 حالة، 17 حالة وفاة. النواصر 98 حالة، برشيد 97 حالة، محمدية حالة وفاة واحدة و74 حالة مؤكدة، سطات حالة واحدة وفاة و68 حالة مؤكدة، الجديدة 45 حالة، بن سليمان 23 حالة، بن ديونة 12 حالة، سيدي بنور 8 حالات. بالنسبة لجهة الشرق وجدة انقاد حالة وفاة واحدة و306 حالات مؤكدة، ناظور حالة وفاة واحدة و63 حالة مؤكدة، قرسيف 26 حالة مؤكدة، جرادة 18 حالة مؤكدة وجوج وفيات، تاورير 17 حالة مؤكدة، بركان 10 حالات، دريوش 9 حالات، وفي قيق حالة وفاة واحدة من دون تسجيل إصابات جديدة. بالنسبة لجهة الرباط سلا قنيطرة حالة وفاة واحدة و85 حالة مؤكدة، سلا 58 حالة، صخيرات تمارس 39 حالة، الخميسات 17 حالة مع شهود أول وفاة، سيدي سليمان 15 حالة، سيدي قاسم 11 حالة، الرباط 8 حالات وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة سوسماسة أكادير 2 حالات وفاة و114 حالة مؤكدة، إنزكان 48 حالة مؤكدة ووفيات 2 ديال الحالات، تارودانت 41 حالة، تيزنيت 9 الحالات، الشوكايت بها 5 حالات. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، طنجة أصيلة 74 حالة وحالة وفاة، تطوان 41 حالة وحالة وفاة، المضيق 36 حالة، الحسيمة 22 حالة، العرائش 17 حالة وحالة وفاة، الشاون 10 حالات، وزن 2 الحالات. بالنسبة لجهة مراكش اسفي، مراكش 117 حالة وحالة وفاة واحدة، اليوسفية 16 حالة، الصويرة 12 حالة وحالة وفاة، شيشاوة 10 حالات، الرحام قلعة الصراغنة 7 حالات، الحوز ومدينة اسفي 3 حالات. بالنسبة لخريبكا 59 حالة وجوج وفيات، الفقيه بن صالح 50 حالة وحالة وفاة، الزلال 23 حالة وحالة وفاة، خنيفرة 9 الحالات وحالة وفاة، بني ملال 5 حالات، جهة درعا فيلة الرشيدية 66 حالة، تينغير 14 حالة وحالة وفاة، ورزازات 11 حالة، ميدل 7 الحالات، زاكور 4 حالات، جهة فاس مكناس فاس 16 حالة وحالة وفاة، تازا 14 حالة، تاونات 11 حالة، مكناس 10 حالات وحالة وفاة، صفرو 6 حالات، بولمان 2 حالات، والحاجب وإفران حالة واحدة. بالنسبة لجهة العيون